السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده جايلكم بحاجة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، هي تتحط على النار بس مش هنعمل اي حاجة تاني. بس هي ترتيب الخطوات بس، مش اكتر ولا اقل. طبعا الشتاء يعني حاجات دافية، يعني سوائل، عشان الشتاء بقى والتكتكة اللي احنا فيها دي. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل حمص الشام او الحلبسة، او هو ملوش اسم غير كده، يا كده يا كده. طبعا انت بتروحوا الكورنيش لازم تشربوا كوبايه الحلبسة او كوبايه حمص الشام. هنعملها في البيت، وانضف طبعا بكتير واوفر بكتير بكتير. شوف الكوبايه دلوقتي مش عارفه ب 15 جنيه، معرفش ليه. احنا هنعمل النهارده بطريقه سهله جدا. عندنا ربع كيلو حمص، اللي هو الصغير، لان لما بيتنقع بيزيد بيكبر. بلاش الكبير، الكبير ده بيبقى كبير قوي في البتاع، في الكوبايه شكله مش حلو. ده ربع كيلو زي ما احنا شايفين. نقعته من قبلها بيوم، بس وفرت لسه عليكم الخطوه دي. نقعاه قبلها بيوم. لاي بقوليات لازم تتنقع عشان تنزل الغازات، والميه بتبقى فيها ميه صفرة كده شويه لازم تنزل. انا بس كل اللي عملته ان انا نقعته قبلها بيوم وصفيته وغسلته حلو قوي ونقيته. طبعا ما فيهوش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، زي الفل، الميه رايقه خالص. ده هنعمل فيه ايه؟ هنحطه على النار يغلي. تمام. ده هنحطه على النار يغلي. بعد ما يغلي بقى ويستوي، ايه الاضافات اللي هنضيفها له عشان تطعمه؟ يعني في نص السوا كده، دي بصلايه صغيره خالص. بعد ما يستوي هنطلعها عشان تدي طعم، بدل ما نحط بصل وثوم بودره، الفريش احسن. ودي طبعا ملح وكمون وكزبره ناشفه. ودي معلقتين صلصه، ومعلقتين من كيس صلصه صغير كده، ومعلقه ثوم كبيره. بس مفيش اي حاجه تانية. طبعا بقى انت في شطه بتتحط، عايزه تحطي شطه حطي. وطبعا عند التقديم نحط الليمون. ليه مش هنحطه على النار؟ عشان ما يمررش لو قعد. الليمون خليه يعني وانت بتشربي الكوبايه كده تحطي نص الليمونه عليه مع الشطه. بس كده، مفيش اي افتكاسه تانية. انا دلوقتي حطيته على النار، هوريهولكم. هو بس حطيته على النار اهو. مجرد ما هيغلي هيطلع زي ريم ابيض كده، هشيله بالمعلقه عشان طبعا ده مش حلو، ما يعكرليش الميه. وبعد ما يدخل في السوا هضيف المكونات دي تاني، وانا بضيفها هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، كده خلاص الحمص دخل في السوا. هحط فصين توم، فتحهم بس نصين كده مش اكتر، وهنزل بالبصلايه ومعلقتين الصلصه والبهارات بتاعتي، الملح والكمون والكزبره الناشفه. بس كده. هسيبها بقى تغلي غلوتين، التوم ينزل الريحه بتاعته والبصل، والصلصه دي تفك عشان كانت في الفريزر. بس كده. وكلي احسن حمص شام في الدنيا. يغلي بقى كده ويبقى مع نفسه كده وينزل العصاره بتاعته كلها. وبعد كده هنحطه بقى في الكوبايات ونعصر عليه الليمون والشطه، وكله زي الفل. يخلص بقى، وبعد ما اصبه هوريهولكوا في الاخر. وبكده يا حبايبي، كده بعد ما خلاص خليته خد غلوتين على النار مع الصلصه والثوم والبصل والتوابل بتاعته 10 دقايق بس، وقفلت عليه. صبيته بقى في كوبايات زي كده، حاطه بقى شطه وليمون زي ما بقول لكم في وقتها، عشان خاطر لو قعد ما يمررش معاكم. وده الشكل بتاعه. اتمنى تكون وصفه سهله وبسيطه كده عليكم، ان شاء الله تقوموا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. واستنى منكم الدعم، اشتراك في القناه ولايك وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.